في قلب الصحراء، حيث الكلمة تمضي كالسهم والدمعة تخلد كالأثر، برزت امرأة لم يكسرها الزمان، بل صاغ منها أسطورة من وفاء وشعر. نحن اليوم لا نتحدث عن مجرد شاعرة، بل عن تماضر بنت عمرو، المرأة التي غلبت الرجال في رثائها واهتزت لصدق لسانها عروش الفصحاء. هي التي عرفت بالخنساء، ولكن اسمها الحقيقي كان مرادفا للصبر والكبرياء. تغير الإيقاع الموسيقي ليصبح أكثر شجنا. صخر، ذلك الأخ الذي كان لها وطنا في غربة الأيام. حين غيبة الموت لم تبكه الخنساء بدموع العيون فحسب، بل بكته بكلمات لا تزال تتردد في مسامعنا بعد قرون. من ينسى قولها: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى؟ لكن القصة لم تنتهي عند عتبات القبور، فالحكاية الكبرى بدأت حين أشرق نور الإسلام في قلبها. هناك تبدلت دمعة اليأس بيقين الإيمان. تلك الأم التي بكت أخاها سنوات هي ذاتها التي زفت أبنائها الأربعة في معركة القادسية، ووقفت شامخة لتقول: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. بين جمر الجاهلية وبرد الإسلام نسجت سيرة الخنساء، سيرة المرأة التي علمتنا أن الحزن قد يصنع أدبا، لكن الإيمان هو ما يصنع الأبطال. خاتمة الموسيقى. الراوي: كنتم مع قبسات من حياة شاعرة العرب الكبرى تماضر بنت عمرو. شكرا لإصغائكم.